والله العظيم يا مستر انا خجلان منك. اتأخرت ليه يا استاذ؟ تعال بقى انا عارف. خلينا نبدا الحصه. يا مستر. دلوقتي قدامنا حبه الميه دول. اه عايم على وشهم شويه الكور. طيب لو احنا حركنا الميه الكور هتتحرك ولا هتفضل ثابته في مكانها؟ لا طبعا يا مستر هتتحرك. دي اجابه منطقيه. خد جرب. نقط هنا نقطتين. تمام. في ناس هتقول ان الكور اتحركت من مكانها وناس تانية هتقول ان الكور اتحركت بس في مكانها. على كل حال ده هيكون موضوعنا النهارده عن الموجة. يعني ينفع ده؟ انا اسف يا مستر. انا ماشي. خلاص يا مستر انا اسف يا مستر. خلاص يا مستر معلش والله كنت اسف كنت بهزر معاك. يعني ينفع اللي حصل ده يعني؟ ما خلاص يا مستر كنت بهزر ينفع معاك. البهدله دي يعني؟ كنت بهزر يا مستر. اخر مره. اخر مره يا مستر. الموضوع سهل وخفيف والله. طب انا عايزك تتخيل معايا. موج البحر بيفسر لنا ليه الكوبايات وقعت ورا بعض، وده لان اول واحده اتخبطت حصل لها اضطراب او زي ما بنقول اتحركت فخبطت في اللي بعدها، فاللي بعدها حصل لها اضطراب وخبطت في اللي بعدها، وهكذا بقى لحد ما كله وقع. وهي دي الموجه، اضطراب او حركه بتحصل وبتتنقل بين الجزيئات. فخليني اسالك سؤال، هي مش الموجه دي بتتحرك؟ ايوه. طب الحركه دي اسمها ايه؟ حركه الموجه. مش بالظبط، اسمها الحركه الموجيه. دلوقتي انت ممكن تكون متلخبط بين الموجة والحركة الموجية. بص، الموجة هو الاضطراب اللي بيحصل بين الجزيئات وبيتنقل من مكان للتاني، لكن الحركة الموجية هو شكل تحرك الجزيئات والموجة بتتنقل بينهم. ولكن السؤال هنا، هي الجزيئات فعلا بتتحرك ولا بتتهز في مكانها؟ عشان اجاوبك انا عايزك تتخيل معايا. دلوقتي انت قدامك 3 حاجات، شمعة وبخور وماسورة مفتوحة من الناحيتين. هنجيب شوكة رنانة نخبطها ونقربها من البخور، هنلاقي ان لهب الشمعة هو اللي اتحرك، مع ان مفيش دخان بخور طلع من الناحية التانية. ازاي ده حصل؟ لما بيحصل اضطراب او موجة الجزيئات بتتهز وتخبط اللي جنبها، بس هي نفسها مش بتتحرك وتروح مكان تاني. فهنا الشوكة الرنانة خبطت جزيئات الدخان بتاع البخور، فجزيئات الدخان خبطت الجزيئات اللي في الماسورة، ولكن من غير ما الدخان نفسه يتحرك ويدخل الماسورة. وبعد كده الجزيئات اللي في الماسورة خبطت الجزيئات اللي حوالين الشمعة، فالشمعة اتهزت. ولكن لو كانت الموجة بتتنقل عن طريق ان الجزيئات نفسها بتتحرك من مكان للتاني، كنا هنلاقي دخان البخور طالع من الناحية التانية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حصتنا اللي عرفنا فيها الفرق بين الموجة والحركة الموجية، ووصلنا لسؤال آخر الحصة، هل تقدر تقول لي الحركة الموجية دي أنهي نوع من الحركة؟ لو عرفت الإجابة اكتب لنا في الكومنتس، لو الحصة عجبتك شاركها مع أصحابك، واستنونا الحصة الجاية من درس خصوصي. مفيش فايدة.